هو في احلى من جو زمان وروايح زمان؟ يا سلام، تعالوا نعيش يوم من ايام زمان. من بجد الاكل الفلاحي اللي على اصوله اللي انتوا شايفينه ده اسمه الحقيقي بتاو. يعني عيش كده بيخشوا دقيق ذرة، وبيخشوا دقيق العادي، بيبقى طعمه في حتة. انا اكلته كده يعني مؤخرا. فاول لما عملنا ده او اتعمل لنا بره، يعني للامانه، لقيت حماية بقى بيقول لي انا عايز اكل باميه مع الاكل ده. قلت له هي بصراحه مع الجو ده والاكل ده السفره لازم تبقى بلدي في بلدي. جبنا كده لحمه وجبنا بتنجان بقى. لا، ما احنا هنعمل بقى تكات وحركات روايح زمان زمان، يعني مش اي كلام. مفيش احلى من الاكل المصري الطبيعي. مفيش احلى من اكلات وروايح وجو الفلاحي اللي على اصوله. بس تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اول حاجه عملتها، جبت كده زي ما انتم شايفين ميه وحطيتها على النار. اول ما بدات تغلي حطيت اللحمه بدون غسيل. اللحمه لسه جايبينها من عند الجزار صبحه، ما فيهاش اي حاجه. لو غسلناها هتزفر. بصوا بقى، اول استفتاح على طول عملت سندوتش كده مع كوبايه نسكافيه. هتلاقونا بناكل كتير منه وصحي جدا وبجد تحفه. وحطيت اللحمه بتاعتي ونزلت بقى بقرن فلفل وليمونه، ونزلت كمان بورق لوري وحبهان ومستكه وكمان بصلايه. ما كانش فيه طماطم بصراحه، لان امبارح كنت شاريه طماطم كتير وعملتها بقى منها بقى، يعني اليومين دول مش غاليه قوي وحمرة. عملتها صلصه، هنزلها لكم وهوريها لكم. فاخدت كله بقى، قلت يلا بقى ان شاء الله. وجبت كده ايه معايا، وجبت حله فيها سمنه وزيت. سمنه وزيت، وهبدا ان انا امسك البصلايه الحلوه دي اخرطها كده ناعم. معايا بصلتين مش بصله واحده، وهنشوف هنعمل ايه. الموضوع النهارده سهل في سهل. وبصوا بقى يعني في الاخر هنعيش اجواء حلوه. انا طبعا حتى سمنه بلدي بقى، ما انا زي ما بقول لكم اجواء زمان. يلا بينا. بصوا سامحوني شويه لو الصوره مهزوزه او حاجه، لاني انا بصور نفسي. يعني انا بشتغل بايد وبصور نفسي بالايد التانية. دايما لما بكون هنا عند حماتي ما بقاش حاطه الستاند وكده بتاع التصوير، لان ايه، يعني بكسل. من الاخر انا مش في بيت وهي في بيتي، احنا في بيت واحد. بس تقولوا لي بقى ايه على الكسل ده؟ مش عارفه. يلا الحمد لله. المهم، انا جبت كده بصلايه وجبت قرن فلفل وحطيت البتنجان بتاعي زي ما انتم شايفين كده يتسلق. والشوربه دي خدتها كده جنبي بدل ما احط الحله الكبيره وكده. هنشوف هنعمل فيها ايه، يعني محتاجاها يعني. هدي طبعا تشويحه. انا عايزه البصل بتاعي كده ياخد بس يدبل معايا، مش اكتر من كده. طبعا الباميه اللي كنا مفرزينها مع بعض دي خلصت خلاص يعني، وخرجت عشان اشتري. حماتي قالت لي لا ده ما فيش باميه دلوقتي، وانا كنت شايفاها من يومين يعني مع حد فلاح. قلت لها انا شفتها، قالت لي لا. فاخت زوجي بقى بتكلمها وكده، قالت لها اه يا ماما الايه، الباميه موجوده في كل حته. فبس يلا ما علينا. احنا جبناها وجبنا نوع كويس، وكان طعمها زي الفريش بالظبط. جبت كمان ملوخيه غسلتها زي ما انتم شايفين. بصوا الصلصه يا جماعه بقى اللي انا عملتها وظبطتها يا دوبك على الاستخدام. شايفين الحمر؟ هي يعتبر كده ايه، صلصه مخلوطه بس تقيله شويه. تمام. نزلت بعد ما مسكت كده الباميه بتاعتي وهي متلجه، ما بطلعهاش تفك يا جماعه ولا اي حاجه. ببدا انزل بيها على البصلايه، هي بتفك على النار لوحدها. اي حاجه متفرزه ما ينفعش طبعا نفكها. بعد ما خدت تشويحه حلوه كده، نزلت يعني بنص كيلو من الطماطم عليها على طول. وحطيت قرن فلفل كده بقى، لزوم الحركات بقى وكده. اللحمه بتاعتي استوت وحطيت لها الملح بتاعها. بدات ان انا احطها في صلصه على النار، وزي ما قلت لكم عند حماتي هنا مش بيحبوا افتكاسات في اللحمه. بنحترم الاراء طبعا، وكل واحد زي ما هو عايز. بنحط بقى ايه هنا، تعالوا بقى، كزبره بقى، كمون، هحط فلفل اسود، بهارات متشكله مش اكتر من كده. وهحط كمان مكعب من مرقه الدجاج. وهبدا اسيبها على نار هاديه بقى لحد ما تتسبك كده وتنطر قدامها وتبقى ايه، اخر حلاوه. بس لو وصلنا بقى لحد هنا، اوعوا تنسوا لاختكم كلمه حلوه منكم، وتنسوا كمان تحطوا لي اللايك الحلو من ايديكم. وقولوا لي ايه رايكم بقى في العيش اللي انتوا شفتوه في الاول. اللي عارفه يقوله، واللي مش عارفه يقول لي عليه برضه. انا ابني بيقول لي يا ماما ده قرصه. قلت له لا والله يا ابني مش قرصه. بس الحمد لله اتقبلوا يعني وحبوا كده. بصوا كده بقى، يا لهوي على الشكشكه دي، بتخطف القلب على طول. بدأت بقى ان انا ازودها كده شويه شوربه.
الشوربه دي بقى خدتها اول ما اللحمه بتاعتي عملت وش بقى والدسامه بتاعتها وكده، فخدتها على طول للباميه. وهنشوف هنعمل ايه تاني. تتقل معايا ازود من الشوربه دي لحد بقى ما انت تشوفي انت حابه تبقى خفيفه قوي تبقى تقيله، زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه. يلا بقى بينا نخش نشوف هنعمل ايه تاني. هوطي عليها بقى النار واسيبها تعيش براحتها خالص، مش مستعجله عليها خالص. يلا نشوف هنعمل ايه. جبت كده اللون الحلو بتاعنا كده وحطيت فيه فلفل، وكنت عايزه فلفل احمر ما لقيتش، يعني ما شفتهوش قدامي، فقلت يلا ده هيقضي الغرض وهيبقى الموضوع مية مية. معايا توم وفلفل وهحط الملح. انا مش بحب في البتنجان، في خلطه البتنجان بالذات احط كمون، احط الحاجات دي خالص. انا بستكفى انا بستكفى هنا بالملح والخل والليمون، يعني دول بيدوني الطعم اللي انا عايزاه. وما بحبش احط اي توابل خالص مع الخلطه. دقيتها طبعا كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اعصر الليمون عليها. وكانش بصراحه ايه موجوده الا شويه خل صغيرين، انا حطيتهم من هنا، ما كنتش اعرف يعني ان الكاميرا فاصله، فعشان كده خدت ايه الليمونه بحالها كده. ملحت بقى البتنجان بتاعي كده، وهبدا اركنه بقى خلاص. هغطيه طبعا واشوف هعمل ايه تاني. بوريكم في الاضاءه اهو، يعني نحس ان الدنيا ضلمه جوه كده، فقلت اخرجه بقى كده بره. شايفين الجمال؟ حلويات. هو اصلا شكله من قبل ما اعمله كان يفتح النفس بصراحه. بصوا الباميه بتاعتي خلاص دخلت في السوا بقى اهي. وادي اللحمه كله خلص، وقعدت كمان مستنيه الفرج. عارفين الفرج؟ انا كنت مستنيه الفرج. جبت برضو سمنه، والسمنه هنا بلدي بقى مع الزيت، روايح واجواء جميله. هسيب طبعا السمنه بتاعتي تسيح براحتها، وهنزل بكيس شعريه عليها. مع باميه وملوخيه عايزين ايه؟ شويه رز بشعريه. شوفوا بقول اشعار يا ولاد. يلا والله بعمل بايد وبصور بالايد التانية. مفيش بس غير وانا بخرط البصلة كده كانت جنى، وانا بعمل البتنجان كان احمد. اما جنى بقى كانت في الدرس ما كانتش موجودة. يلا بينا. لو جبت سيرة واحد فيهم، يعني قلت احمد ما قلتش جنى وجنى، يعملوا لي حكايات وهما بيسمعوا الفيديو، فاقول التالت احسن، يعني عشان ايه ما اجيبش الكلام لنفسي يعني. طبعا الشعريه بتاعتي خدت اللون الحلو اللي انا عايزاه. نزلت بكميه الرز المناسبه ليا واللي انا عايزاها، وهدي تشويحه بس على النار يسخنوا كده مع بعض، وهبدا اتش على طول. ايوه انتش. يا الله، كفايه بقى كل ده كفايه. طبعا انا بغطي الرز كده عشان بقى يبدا يغلي معايا. وبصوا انا ما بقفلش على الرز خالص، انا سايبه الشوربه بتاعتي بتغلي. ما بحبش ازيد الرز بميه بارده او بشوربه بارده او كده. ده الطبيعي يعني، بس في ناس بتعملها كده عادي برضه. ما بغطيش الرز، اي نوع رز بعمله ما مش بغطيه الا لما بيغلي معايا. شوفوا بقى الشكشكه دي. يلا نشوف الخطوه التانية. هنا معايا الشوربه اللي انتوا شفتوها دي، حطيت عليها مكعب من مرقه الدجاج، وحطيت عليها معلقه سكر زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت كمان معلقه توم نيه. والثوم الني بيبقى خفيف يعني، ما تقلقوش من اي حاجه. وما بحطش كزبره في الشوربه، لكن بحطها هناك على على الطشه وكده. بصوا الرز بتاعي بدأ بقى خلاص ان هو يطشطش كده، ومفيش باميه يا جماعه من غير طشه. نزلت خلاص الباميه بتاعتي، فقلت اعمل الشوربه بتاعت الملوخيه كده تغلي وتاخد وتدي مع نفسها، اعمل طشه الباميه. اوعي تعملي باميه من غير الطشه، الطشه دي بتوديها في حته تانية خالص. يلا يلا يلا، تاخد لون كده، ما تخليهاش تحرق منك عشان ما تمررش.
هنا الرز وطيت عليه خالص، سبته بقى خلاص كده يتشرب، وبوطي عليه النار لحد ما ابدا ان انا اغرفه. مبحبش ان انا اطفي عليه ويكون لسه مش هناكل يعني. شايفين نزلت بقى بحبه الكزبره بتوعي، وادي تشويحه بس على النار وخلاص كده. واروح بقى على الباميه. تش يعني بوريكم الصوت، يعني بدل انا ما ساكته الصوت بوريكم. والله ببقى نفسي اسيب الصوت، بس بيبقى فيه يعني ولادي بيبقوا عاملين دوشه شويه، وانا في الدور اللي هو التاني، فالشباك بيبقى مفتوح كده، عربيات حاجات، ما بحبش اعمل لكم ايه يعني ازعجكم كده. خلاص عملنا بقى الطشه واللون تحفه، والرز بتاعي خلاص شايفين الجمال. خلاص كل حاجه تحت السيطره الحمد لله. انزل بالملوخيه بتاعتي. بصوا انا طلعت عملت حاجه، يعني كنت خلاص خلصت كل حاجه، يا دوبك على الرز والملوخيه لما يقولوا خلاص هناكل وكده او جايين عشان الاكل يبقى سخن. فطلعت عملت حاجه، نزلت بقى لقيت ايه، حماتي مخرطه لي الملوخيه وهي مبلوله، فهتلاقيها كده ايه فيها كلكع شويه. انا كنت ممكن استغنى عن الخطوه دي واقفل الكاميرا واظبط حالي وبعد كده افتحها، بس انا حبيت اوري البنات الامامير اللي بيتفرجوا عليا. الريم اللي انتوا شايفينه ده عشان كانت الملوخيه بتاعتي كانت في يعني ما كانتش ناشفه، وهتلاقيها كتلت معاكي اول ما نزلت. بالراحه كده بالمغرفه بتاعتك او الكبشه او الشوكه بنبدا ان احنا نفككها كده مع بعض، بتفك منك على طول، ما بيحصلش اي حاجه. انا حطيت حبه زيت وحبه حته من الدهن اللي متسيح وكده ومتخزن في الفريزر. تمام. هدي بقى تشويحه وهنعمل طشه الملوخيه. احنا يومنا كله طشه في طشه النهارده. يلا اهو البتاو ده يا جماعه شويه ملوخيه كده يعني على اصول يعني. حبه برضو من الكمون كده، كمون ايه، حبه من الكزبره، معلش اسفه. يلا انتش. يا الله. وهي دي كل الحكايه. بصوا بقى هنا كانت جنة عايزه تاخد المغرفه مني عشان تاخد، وانا لازم انا اعمل طشه الطاسه دي. بس كده. هطفي بقى النار على الطاسه، مش هنساها ولا حاجه، ما تقلقوش. وده كان يومنا، يوم بسيط وسهل البتة شايفينه بقى، والاكل يفتح النفس. لايك بقى وشير وسبسكرايب، ويا رب الفيديو يعجبكم. فيديو بسيط وسهل كده، اتمنى اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد.